سابقا بعد حادث أليم تعرض له الخميس إثر سقوطه من الطابق الثاني للعمارة، أين لفظ حماني أنفاسه الأخيرة بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة. تفاصيل الحديث أو الحادثة يرويها جار الضحية لرؤوف خليف. في الحومه تاعنا كاين واحد الباطيمه بنوا فيها جديده، فيها لي زيسكالي يا خو شغل جديد هكا جايين شغل مدورين، وكاين واحد الفيد يا خو وين لاسونسير ما شافش كي كان طالع ولا كان هابط ما شافش يا خو طاح في الفيد ظلمه يا خو. انا لله وانا اليه راجعون يا خو. هذا وقد عبر العديد من اللاعبين وزملاء الفقيد عن حزنهم الشديد لفقدان حماني، داعين له بالرحمة والمغفرة. والله أنا متأثر جدا يعني صراحة. حماني لاعب ذو أخلاق عالية، ذو إمكانيات كروية عالية، يعني مسيرة رياضية محترمة. أظن احنا اليوم حزن كبير هنا. انا بيرسونيلمون راني مشوكي، راح واحد كيما يقولوا عزيز بزاف وعشت معاه بزاف لا عشت معاه بزاف كيما يقولوا، راه برسك 4 سنين في جياسك، عامين في كيب ناسيونال، زاد راح يكون معايا العام دوزيام في الناد. عشنا بزاف وكيما يقولوا مكتوب ربي. ان شاء الله ربي يعطي الصبر للعائله تاعو وبالاخص للزوجه تاعو، وان شاء الله الصبر كما يقولوا، واحد يدعي له بالرحمه ان شاء الله. الناس كاع راهي تحت الصدمه، واش غنقولك، حنا ندعو له بالرحمه هذا ما كان خونا نبيل، وربي يصبر والديه ولا فامي ديالو هذا ما كان. واش غنقول لك يا خويا، ندعو له بالرحمه كاع وخلاص هذا ما كان. ما يقولك الحق الاجل ديالو مات له ربي يرحمه، ان شاء الله يكون من اهل الجنه ان شاء الله.